قراءة المخططات. قراءة المخططات دي بالنسبة لأي حد فني مبتدئ أو فني بيحاول يتعامل أو يتعلم لوحده، ده لغز، ده تعويذة. بيفتح المخطط كده يلاقي نفسه واقف قدام تعويذة. اللهم إن كان هذا سحرا فأبطله. قراءة المخططات، المخطط ده مش كتاب، ده مش كتاب بالانجليزي عشان تعرف تقراه، ده رسم هندسي زي الرسم بتاع المهندس اللي بيبني عمارة. انت كبني ادم عادي لما تبص على الرسم الهندسي بتاع العمارة ده هتفهم منه شوية حاجات، وفي حاجات تانية مش هتفهمها. الاختصارات اللي المهندس كاتبها دي انت ما درستهاش فمش هتفهمها. فالمخطط ده يعني بحر له مبادئ لازم تتعلمها في قرايته. الدوائر الإلكترونية ليها مبادئ لازم تتعلمها. في الكورس ده احنا بناخد شابتر، جزء من الكلام ده. طبعا اي علم هو بحر، وانا النهاردة واحد بشتغل في الصيانة من 25 او 26 سنة، ما زلت لحد هذه اللحظة بتعلم. ولازم تبقى ماشي بالعقلية دي وإلا هتفشل. اللي يفكر نفسه ان هو خلاص بقى الكينج وان هو بقى بيفهم واحسن واحد والكلام ده كله، دي بداية الفشل في اي مجال. فانت هتفضل تتعلم طول حياتك. انت جاي هنا هتاخد جزء معين خاص بالتدريبة دي اللي هو كان موضح في الاعلان بتاعها وكلكم شفتوه، وانا دخلت واتكلمت معاكم وقلت لكم ايه احنا التدريبة دي محتواها 1 2 3. في ناس قالت لا احنا ما كناش فاكرين كده، فقلت لهم تمام اتفضلوا المبلغ اللي دفعتوه وانا ما اقدرش اديكم اللي انتوا عايزينه. واحد مثلا لسه ما بيعرفش يتعامل مع ايسيهات خالص، اول مره يتعامل مع البورد ده، من اول مره انا عايز اتعامل مع الايسيهات واتتبع الاعطال واتعامل مع الايسيهات المحميه واتعامل مع المعالجات. نعم يا اخويا، نعم يا حبيبي. الكلام ده عايز ممارسه، عايز ممارسه، خطوات. هو ينفع حد داخل يدرس في كليه هندسه ولا في كليه طب يقول لهم لو سمحتوا انا ما عنديش وقت، انا عايز اختصر ال7 سنين دول في سنه؟ ينفع؟ اكيد طبعا لا. حتى لو الكليه ما عندهاش مشكله وتمام وهنعمل لك اللي انت عايزه، انت نفسك مش هتستوعب. طيب هو اللي درس طب 7 سنين اول لما بيتخرج من الكليه وبيمسك الشهاده بيروح جايب مشرط ويروح يفتح عيان؟ اكيد لا. مش في حاجه اسمها امتياز وتدريب والكلام ده كله، وكل ما بيتقدم وخبرته بتزيد بيبقى بيحضر ماجستير ودكتوراه وبعد كده يبقى استشاري. تدرج. انت النهارده لما بتتعلم سواقه عربيه، اول لما خدت الرخصه ده معناه انك تروح تشتري فراري لامبورجيني هتدغدغها. ففي حاجه اسمها تدرج، مفيش حاجه اسمها اصل والله انا ما عنديش وقت فانا عايز اتعلم كل حاجه. مينفعش. لو حد علمك الكلام ده كده فانت بتاخد قشور، انت بتاخد ورده من كل بستان، انت ما بتتعمقش في الحاجه اللي انت بتدرسها، وما بيكونش عندك الوقت ان انت تمارسها. وطبعا كل طالب حالة منفردة، لان مش كلكم خبراتكم زي بعض. انت واحد عندك خبرة انت ما عندكش مثلا، مش كل طالب زي التاني. كل طالب جايب خبرة اكتر من التاني بيطلع مستفيد اكتر من غيره.